فطاير الكريب وصفة سهلة وبسيطة وخفيفة وتنفع معانا وصفة غدا أو عشاء في الجو الحر ده بقى. يلا بقى نعملها مع بعض كده بكل سهولة. هنحضر شفشق الخلاط، هنحط فيه كوبايتين من الدقيق وعليهم كوبايتين من المية ورشة من الملح، وهنخلط بقى المكونات دي كلها مع بعض كويس كده في الخلاط علشان ما تبقاش فيها اي تكتلات. لو حابه تحطيهم في بوله وتضربيهم بالمضرب اليدوي مفيش مشكله. بعد كده بقى هنجهز البوله وهنجيب مصفى ونبتدي بقى نصفي الخليط كويس كده علشان خاطر ما يبقاش فيه اي تكتلات ويبقى ناعم معانا كده. بعد كده برضو هنجهز بقدونس مفروم او شبت زي ما تحبي، وبعدين هنحطه على الخليط وهنضيف كمان نص معلقة من حبة البركة وهنقلبهم بقى كويس كده. بعد كده هنجهز ربع كوباية من الزيت ونبتدي بقى ننزل بيهم كده على الخليط ونقلبهم كويس لحد ما يمتزج مع بعضه. بعد كده هنغطي عليهم ونسيبهم 10 دقايق يرتاح، ونكون مجهزين الطاسة بتاعتنا تكون سخنة، ونبدأ ناخد بقى كبشة كده من الخليط دوت ونحطه في الطاسة، وبعدين بنحط الطاسة على النار لحد ما تستوي معانا الفطاير. هنعرف ازاي ان هي استوت، هنلاقيها كده سابت الجوانب بتاعة الطاسة بالشكل ده. هنبتدي بقى نقلبها على الجنب التاني عشان تحمر معانا وتاخد لون. ما تستعجليش عليها، سيبيها لحد ما تستوي عشان ما تلزقش معاكي في الطاسة وتنهري. بعد كده بقى بنحطها على صينية كده او اي حاجة ونبتدي بقى نغطيها بفوط او قطعة من القماش عشان تفضل معانا طرية. هنا برضو عملنا واحدة تانية زي ما احنا شايفين كده. اول ما استوت راحت فصلت من الجوانب بتاعة الطاسة. هنبتدي بقى نقلبها على الجنبين كده لحد ما تاخد معانا لون، وبعد كده برضو بنطلعها ونغطيها لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كده بالشكل ده. بعد كده بقى بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا بنجهز برضو طاسة كده بنحطها على البوتاجاز، بنحط فيها معلقة من السمنة او معلقة من الزيت علشان هنحضر الحشوة بتاعتنا. الحشوة طبعا اختيارية زي ما انت حابة، حطي اي حاجة انت تحبيها. انا هنا كان عندي شرايح من الفراخ كده، بدأت احمرها كده. اول ما خدت لون واحمرت كده بدأت اقلب فيها. انت حابة تحشي جبنة وبقدونس او حابة تحشي بطاطس، حابة تحشي برضو بطاطس وجبنة، اللي يريحك اي حشوات متوفرة عندك. نزلت بقى كده بقطع من الطماطم وشرايح من الفلفل الاخضر او الفلفل الالوان المتوفر. انا هنا طبعا بعمل شاورمة فراخ. بعد كده برضو نزلت بشرايح من البصل. هبتدي بقى اقلبهم كده لحد ما البصل يدبل معايا كده ويحمر كده. بعد كده بقى كانت الشاورما بتاعتنا كده جهزت. هنبتدي بقى نحضر الفطاير علشان خاطر نحشيها. هنجيب بقى واحدة كده من الفطاير اللي احنا عملناها. انا هنا عملت برضو فطاير بالشبت، زي ما انت عايزة تعمليها بالبقدونس بالشبت اللي يريحك. هبتدي بقى اخد شوية كده من الفراخ اللي احنا عملناها او الحشوة ديت وابتدي بقى احطها والف بقى الفطاير بتاعتنا كده. بعد كده بقى هنحط الطاسة على البوتاجاز برضو نحط فيها رشة بسيطة من الزيت. هنبتدي بقى نحط الفطاير عشان تحمر وتاخد معانا لون ذهبي كده حلو، تبقى لونها معانا حلو ذهبي وكريسبي كده. هنقلبها بقى كده في جميع الجوانب كده علشان خاطر تاخد معانا اللون الجميل ده وتبقى مقرمشة معانا. وده شكلها معانا كده. فطاير سهلة وبسيطة وجميلة وتنفع معاكي بقى في اي وقت سواء عشاء او غدا. جربيها وان شاء الله يا رب الوصفة النهاردة تنال اعجابكم. حابة بقى تحطي عليها اي صوصات او طحينة اللي يريحك. انا هنا هحط عليها كاتشب، وعلى فكرة الكاتشب ده انا عاملاه في البيت، ان شاء الله ابقى انزل لكم الطريقة بتاعته. وسهل وبسيط برضو مش مكلف. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب ان شاء الله تنال اعجابكم. وانا عجبتكم بقى ما تنسليش باللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله.